هل دقت ساعة الحسم في الصحراء؟ هل تحمل الساعات المقبلة مستجدات عسكرية في المنطقة العازلة؟ هل يتحرك الجيش المغربي لحماية الكركارات؟ أسئلة تطرح بقوة وسط المغاربة بعد إعلان جبهة البوليزاريو التصعيد وحشد قواتها العسكرية على امتداد الجدار العازل. وتحاول الجبهة استباق أي تدخل عسكري مغربي محتمل في المنطقة العازلة، حيث أعلنت أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي الشريط العازل سيعتبر عدوانا صارخا وتملصا نهائيا من طرف المغرب من التزاماته بخصوص وقف إطلاق النار، مما يعطي للطرف الصحراوي الحق الكامل في الرد والدفاع عن السيادة الوطنية بكل الوسائل المشروعة. ونقلت الجبهة الانفصالية أن قوات الجيش المغربي بعد أن قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد الجدار العازل بمنطقة الكركارات بدأت منذ ليلة أمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة وفق تعبيرها. وتروج منابر مقربة من الجبهة الانفصالية ما اعتبرته استنفار الوحدات العسكرية التابعة للجبهة، وبأنها مستعدة لخوض حرب شاملة وطويلة الأمد في حالة حشد قوات عسكرية بجانب المنطقة العازلة. وفي هذا الصدد قال الخبير في الشأن العسكري والأمني عبد الرحمن المكاوي إن القوات المسلحة الملكية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري في المنطقة العازلة في الوقت الراهن، مبرزا أن المغرب مستعد لكل الاحتمالات الممكنة بما فيها خيار الحرب. وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية أن البوليزاريو والجزائر وجنوب إفريقيا يعملون كتحالف واحد ويحاولون الهجوم على المغرب واستقراره، بحيث وقعوا اتفاقية دفاع مشتركة، موردا نحن أمام وضع خطير وغير مسبوق في المنطقة العازلة. وشدد المكاوي على أن الجزائر تعمل على ترحيل عشرات المحتجزين صوب المنطقة العازلة خاصة في شمال موريتانيا، وذلك بتواطؤ من بعض الأطراف الموريتانية، مضيفا أن المغرب سيعمل على تحرير معبر الكركارات الذي تحاول الجبهة الاستيلاء عليه. وتابع الخبير العسكري بأن المنطقة على صفيح ساخن، والقوات المسلحة الملكية في استنفار تام في الأقاليم الجنوبية وقد ترد الصاع صاعين، مؤكدا أن المغرب سيلتزم سياسة ضبط النفس طالما بقي الأمر في شكله المدني. عرفت مدينة الداخلة يوم أمس الأحد حلول وفد أمني رفيع المستوى ضمن العديد من الشخصيات الوازنة من مختلف الجهات الأمنية بالمغرب. وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أن فرقة خاصة من الدرك الحربي قد وصلت إلى المنطقة تزامنا مع التوتر الحاصل في منطقة الكركارات بسبب عرقلة الطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا بفعل قطاع طرق تابعين لجبهة البوليزاريو. ووفق ذات المصادر ضم الوفد كل من الكولونيل ماجور من مديرية الدراسات والمستندات وجنرال دوبريغاد وكولونيل ماجور عن القيادة العليا للدرك الملكي، بالإضافة إلى مسؤولين عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن وزارة الخارجية. وكان فتيل التوتر بالمنطقة قد اشتعل بعد عزم عناصر البوليزاريو على فتح معبر جزئي اليوم الاثنين من أجل المواطنين الموريتانيين القادمين من المغرب الراغبين في الدخول إلى الأراضي الموريتانية. أعلنت فرنسا بشكل صريح وواضح عن وقوفها إلى جانب المغرب في ظل الأزمة المفتعلة بمعبر الكركارات، والتي بادت تهدد أمن واستقرار المنطقة ككل. الدعم الفرنسي جاء على لسان وزير خارجيتها المتواجد حاليا بالرباط، حيث عبر خلال ندوة صحفية جمعته بنظيره المغربي عن رفض بلاده لقيام مرتزقة البوليزاريو بإغلاق المعبر وشل حركة المرور، منوها في ذات الوقت بحس المسؤولية الذي أبداه المغرب. الموقف الرسمي الفرنسي أثار مخاوف البوليزاريو من إقدام المغرب على تنفيذ عملية عسكرية بالمنطقة العازلة بعد تلقيها الضوء الأخضر من باريس العضو الهام بمجلس الأمن، حيث بدأ قادتها يضعون هذا الاحتمال في الحسبان بعدما كان غائبا عن تخطيطاتهم، خاصة وأن تعزيزات عسكرية مغربية توجهت نحو معبر الكركارات.